بإنزجان، وهو أكبر سوق بالجهة إضرابا لمدة 3 أيام. المحتجون يرفضون مشروع نقل هذه السوق إلى منطقة مجاورة، يقولون إنها مهددة بالفيضانات. روبورتاج صديق بن زينة، رشيد لطفي. تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزجان في إضراب لمدة 3 أيام. شلت الحركية اليومية التي تشهدها هذه السوق، واعتصم المضربون أمام المدخل الرئيسي للتعبير عن رفضهم لمشروع السوق الجديد الذي يبقى في رأي المضربين معرضا لخطر الفيضانات كلما أمطرت بالمنطقة. ما فيه الصلاحيات، واش تتحيدني من الواد وتلوحني في الزبالة؟ سير لعين المكان وشوف، راه ما مارشي ما والو. هنا راه كاين 7 هكتارات، تما فيه 4، فهمتي؟ ما كاين شيء. أزيد من 300 تاجر بهذه السوق أغلقوا محلاتهم، فتوقفت الحركة التموينية لباقي الأسواق من منتوجات الخضر والفواكه. الحوار الجاد مع المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي هو مطلب المضربين من أجل إيجاد حل لسوق ظلت تتعرض لمياه الفيضانات لسنوات، وهو نفس الخطر يؤكد التجار الذي يتهدد مشروع السوق الجديد. المشروع هي منطقة امتداد لواد سوس، بمعنى هاد الناس اللي كتشوفوا كاين خوتنا راه باقي في الخزانه ليه، هاد الناس ما هي الضمانات الفعليه والقانونيه على الممتلكات ديالهم والارواح ديالهم؟ فلذلك احنا كنطلبوا من السلطات المحليه والسلطات الاقليميه على انها تجاوب هاد الناس، تجلس معهم في حوار. احنا ما كنطلبوا الا الحوار، ما كنطلبوش اكثر من الحوار. الرد على مطالب وتساؤلات المضربين لم يتسنى لنا الحصول عليه بعد اعتذار المسؤولين عن تدبير الشأن الجماعي لإنزجان لأسباب منيعة، وفي انتظار إيجاد حل على مائدة الحوار لسوق الجملة للخضر والفواكه. تبقى لغة التصعيد في أشكال الاحتجاج هي الحاضرة على ألسنة المحتجين. ومن أكادير ينضم إلينا مراسل القناة صديق بن زينة. الصديق، إضراب أكبر سوق للجهة هل يؤثر على تمويل المنطقة، وهل من تداعيات على السوق الوطنية؟ نعم جاد، 3 أيام من الإضراب في ثاني أكبر سوق للخضر والفواكه للجملة على المستوى الوطني بعد سوق الدار البيضاء، ستكون له من دون شك انعكاسات واضحة على مستوى تموين الأسواق المحلية والوطنية. ويكفي جاد أن نشير هنا بأن هذه السوق التي أنشئت تعمل يوميا أكثر من 200 شاحنة، وكذلك إذا كانت منطقة سوس تنتج حوالي 2000 طن مثلا من الطماطم، فإن مجموعة هذه المنتوجات تمر عبر هذه السوق، سوق إنزجان للخضر والفواكه. هذه المنتوجات توجه أساسا إلى مدن الشمال مثل تطوان، الناظور، طنجة، وكذلك إلى مجموع الأقاليم الجنوبية، وكذلك إلى المنطقة الشرقية. كل هذه المعطيات توضح مدى خطورة هذا الإضراب على مستوى تمويل الأسواق المحلية خصوصا. وإذا كان المضربون يؤكدون تشبثهم بمطالبهم، فإنهم أيضا يؤكدون استعدادهم من أجل خوض أشكال نضالية أخرى، وكذلك من أجل تمديد هذا الإضراب إلى أيام أخرى إذا كانت الحلول توقفت عند هذه النقطة، وإذا لم يكن هناك حوار جاد من أجل إيجاد حل لمشكل نقل هذه السوق إلى منطقة أخرى. يقول المهنيون والتجار بأنها مهددة بالفيضانات. إذا تشبث المهنيين والتجار بالإضراب سيكون له من دون شك انعكاس على مستوى تموين الأسواق المحلية وكذلك الأسواق على المستوى الوطني، مما سيساهم في ارتفاع الأسعار من دون شك جاد، وهو ما لا نتمناه. صديق بن زينة، كنت معنا مباشرة من أكادير. وعلى العكس